السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت 6 ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد رمضان. النهاردة هنتكلم عن تالت درس عندي، وطننا العربي، المناخ والنبات الطبيعي. قبل ما نقول اي حاجة، طبعا عايزين نعرف ان تنوع المناخ في الوطن العربي، يعني مش كلنا نفس درجة الحرارة. فتنوع المناخ ده بيؤدي الى 3 حاجات: يتنوع النباتات الطبيعيه، في نباتات مثلا تطلع في المناطق المعتدله، في نباتات تطلع في المناطق الحاره، فيؤدي الى تنوع النباتات الطبيعيه. يؤدي الى تنوع الحيوانات البريه اللي عايشه عندنا، وبرضه يؤدي الى تنوع الانشطه الاقتصاديه. كل ده يعمل لي ايه؟ لما يبقى عندي تنوع في النباتات، تنوع في الكائنات الحية، تنوع في الأنشطة اللي أنا بشتغلها، ده يؤدي إلى تعزيز تحقيق أو مما يعزز تحقيق التكامل بين الدول. أنت بتزرع حاجة وبتدهاني، وأنا بزرع نوع تاني وبديهولك. ما المقصود بالمناخ؟ كلمة مناخ هو وصف حالة الجو. أنا بوصف حالة الجو. يبقى اول ما حد يقول لك المناخ النهارده او المناخ السنه دي كذا، فانت تعرف ان ده ايه؟ وصف حاله الجو. طيب، اتكلمنا في سنه رابعه، قلنا هو لفتره زمنيه قصيره ولا لفتره زمنيه طويله؟ طبعا لفتره زمنيه طويله. يبقى هو وصف حاله الجو، هو وصف حاله الجو خلال فتره زمنيه طويله. فصل اللي هو عده شهور او سنه بحالها. طب انا بوصف حاله الجو من ايه؟ يعني عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف درجه الحراره، عايز اعرف الرياح، عايز اعرف الامطار. طيب، ايه العوامل المؤثره بقى في مناخ الوطن العربي؟ او ايه العوامل اللي بتاثر اصلا في المناخ؟ ليه في مناطق حر، في مناطق معتدله، في مناطق شديدة البرودة؟ ايه اللي بيحصل؟ بص معايا يا حماده. العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي، أول حاجة الموقع الفلكي. ايه الموقع الفلكي ده؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. انت فين مكانك؟ تاني حاجة القرب أو البعد عن المسطحات المائية. هل قاعد قدام البحر؟ هل في المدينة بتاعتك بحر ولا ما فيهاش؟ ده بيأثر. مظاهر السطح اللي هي المرتفعات برضو بتأثر. طب تعال نشوف. الموقع الفلكي بيأثر في المناخ حيث ترتفع درجات الحرارة في المناطق القريبة من دائرة الاستواء. بص يا سيدي، كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ارتفعت درجة الحرارة، كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء قلت درجة الحرارة. تاني حاجة تنخفض درجات الحرارة تدريجيا زي ما قلنا كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا أو جنوبا. خلاص، يبقى نقول تاني، كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ارتفعت درجة الحرارة، كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء قلت درجة الحرارة. فعندي مثلا يسود، يعني ينتشر المناخ، تمام، او يسود المناخ دائرة الاستواء الحار. يعني لو انت قريب من دائرة الاستواء فالمناخ هناك حار معظم انحاء الوطن العربي، ما عدا الاجزاء الشمالية تتميز بالمناخ المعتدل. معظم الوطن العربي قريب من دائرة الاستواء، تمام، انما الاجزاء الشمالية من الوطن العربي مناخها معتدل. تاني حاجة بتأثر عندي في المناخ القرب او البعد عن المسطحات المائية. لو انت ساكن في اسكندرية، هل نفس الجو اللي في اسكندرية هو اللي في القاهرة؟ هل درجة الحرارة هناك تبقى زي درجة الحرارة هنا؟ لا طبعا. ليه؟ بص بقى يا سيدي، المناطق القريبة من المسطحات المائية زي البحار والمحيطات تتميز باعتدال المناخ، مثل مدينة الاسكندرية.
برضو انت عندك حب استطلاع، عايز تعرف طب ليه؟ اقول لك يا سيدي، لان البحر يلطف درجة الحرارة. طب لو انت قاعد في مناطق بعيدة بقى عن المسطحات المائية اللي بقول عليها المناطق الداخلية، والمناطق الداخلية دي اللي هي زي القاهرة ما بتبصش على اي بحر او محيط، تتميز بايه؟ تكون شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء، مثلا مدينة الرياض في السعودية. يبقى تاني حاجة عندي بتأثر القرب أو البعد عن المسطحات المائية. مظاهر السطح قصده ايه؟ المرتفعات بتأثر؟ طبعا بتأثر، واديني دليل. تؤثر مظاهر السطح في مناخ الوطن العربي. أول حاجة الارتفاع. بص يا سيدي، انت ممكن تبقى قاعد في مكان حر جدا، بس تطلع فوق جبل او شايف الجبل، في جبل قدامك مثلا ارتفاعه مثلا 3000 متر، وتلاقي فوقيه جليد. طب هو في ايه؟ ده انا هنا مش طايق، الدنيا حر جدا، ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، بنقول ايه بقى؟ احفظ معايا. كلما ارتفعنا 150 متر قلت درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. كل 150 متر انت بتطلعهم تقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. يبقى تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح مين؟ البحر. عن مستوى سطح مين؟ البحر. لذلك تغطي السلوك بعض القمم العالية مثل جبال لبنان. ايه تاني بيأثر؟ اتجاه الكتل الجبلية. يؤثر اتجاه الجبال في توزيع كمية المطر. يعني ايه؟ ببساطة جدا، لو انت قدامك جبل عند البحر، لو في جبل مثلا عند الايه؟ عند البحار، تمام؟ او مواجه للبحر، تكون سفوح او جوانب الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء تسقط عليها امطار ايه؟ غزيرة. مستر انا مش فاهم. بص يا سيدي، الجبال اهي في سفوح اللي هي الجوانب بتاعت الجبال، يعني في سفوح مواجهة للبحر. مواجهة لمين؟ للبحر. السفوح المواجهة للبحر دي، تمام، بيبقى قدامها رياح هواء يعني محمل ببخار ماء، طالع معاه ايه؟ بخار ايه؟ ماء. فلما يصعد البخار ومعاه الميه يطلع لفوق ويتكاثف، يتكاثف، يتجمد، ويسقط على هيئة أمطار بعد كده. بس يسقط فين؟ يسقط في الجهة المواجهة للبحر ولا الجهة الداخلية؟ لا طبعا يسقط في الجهة المواجهة لمين؟ للبحر. بص معايا تاني، اقولها لك تاني. لما تطلع الايه؟ لما تطلع الرياح المحمله ببخار الماء من الميه هنا، تمام، قدام الجبال تتكاثف، تتكاثف، تتجمد، وبعد كده تسقط على هيئه امطار، بس تسقط على الايه؟ على السفوح المواجهه للرياح اللي قدام الهواء والرياح. انما السفوح الداخليه دي لا يوجد فيها امطار. يبقى اتجاه الجبل قدام البحر، فخلى كمية المطر كلها تنزل قدام مين؟ البحر. يبقى بيأثر في المناخ ولا ما بيأثرش؟ بيأثر. يبقى كده قلنا يؤثر اتجاه الجبال في توزيع كمية المطر، حيث سفوح جوانب الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء تسقط عليها أمطار غزيرة. أما سفوح الجبال الداخلية الغير مواجهة للرياح تقل فيها كمية المطر مثل جبال أطلس، تسقط عليها المطر فين؟ في السفوح المواجهة للرياح. طيب ركز معايا بقى، الأقاليم المناخية في الوطن العربي. عندي كم إقليم في الوطن العربي؟ عندي 3
اقاليم. طيب انت مش عارف يعني ايه اقاليم اصلا. احنا جينا في الوطن العربي مثلا، انا مش هكبر لك الموضوع بقى، في العالم كله في الوطن العربي شفنا ايه المناطق اللي شبه بعض وخليناها اقليم. يعني مثلا اقليم البحر المتوسط، يبقى كل المدن اللي بتبص على البحر المتوسط او اجزاء منها بتبص على البحر المتوسط، فدي درجة حرارتها واحدة، امطارها واحدة، رياحها واحدة. يبقى الاقليم ده هو ايه؟ ان انا خليت كذا منطقة شبه بعض، خليتهم كلهم ايه؟ واحدة، حتة ايه؟ واحدة، او اطلقت عليهم اقليم واحد. فانا عندي 3 اقاليم. اول اقليم اقليم البحر المتوسط، تاني اقليم الاقليم الصحراوي، طب تالت اقليم الاقليم المداري. تعال بقى نشوف ما المقصود بالاقليم المناخي. هو مساحة من الارض، حتة من الارض لها نفس الخصائص المناخية، لها نفس الخصائص المناخية من حيث ايه؟ الحرارة والمطر. يعني حتة من الارض كده ليها نفس الايه؟ الحرارة والامطار. طيب بص توزيع يا سيدي بقى الايه؟ الاقاليم على ايه؟ على البحر ايه؟ في الوطن العربي. اول حاجة، اول اقليم هو اقليم البحر المتوسط اللي ايه؟ اللي بالاخضر ده، تمام؟ ده كل ده اقليم البحر المتوسط. يعني ايه اقليم؟ كل المناطق دي ليها حرارة واحدة او درجة حرارة واحدة وايه؟ وامطارها واحدة. يعني ايه امطارها واحدة؟ يعني هتسقط صيفا او شتاء، كل المناطق دي. تاني اقليم هو الاقليم الصحراوي. بص كل ده كده، كل ده ايه؟ بقول عليه الاقليم الايه؟ الصحراوي. ده يشغل معظم مساحة الوطن العربي. معظم الوطن العربي ده كله اقليم صحراوي. كل اللي انت شايفه ده صحراء. تالت اقليم عندي هو الاقليم المداري، وده يشغل الايه؟ المناطق الجنوبية في الوطن الايه؟ العربي. الحتت اللي ايه؟ اللي في الجنوب بس. طيب تعال نشوف بقى اقليم اقليم. بس انا لازم ابقى عارف، عشان لو جاب لي هنا واحد وقال لي ده اقليم ايه، اقول له ده اقليم البحر المتوسط. طب اي حته هنا وقال لي ده اقليم ايه، اقول له ده اقليم صحراوي. طب المناطق اللي في الجنوب ده اقليم مداري. نمسك بقى الاقليم ايه؟ البحر المتوسط. يمتد في الاجزاء الشماليه للوطن العربي، ويشمل بعض المدن العربيه زي بيروت، طرابلس، تونس. يبقى ايه الخصائص بقى المناخيه بتاعت اقليم البحر المتوسط؟ في فصل الصيف يتميز بارتفاع درجه الحراره. طب في فصل الشتاء يتميز بالاعتدال مع سقوط الامطار. النباتات اللي عندي تنمو في نباتات وحيوانات بريه، بما تفسر تنمو الغابات المعتدله فوق المنحدرات الجبليه. تنمو الغابات فوق المنحدرات الجبليه. ليه؟ لغزاره الامطار. لغزاره الامطار. طيب قول لي كده من اهم الاشجار بتاعته، الزيتون والارز. تنمو به الحشائش المعتدله، اللي هي القصيره دي، اللي هي بنقول عليها الاستبس، التي تزدهر شتاء وتجف ايه؟ صيفا. طب ليه تزدهر شتاء يا حماده؟ عشان سقوط الامطار. طب تجف صيفا ليه؟ مفيش امطار. تربى عليها الاغنام اللي انت شايفها دي والايه؟ والماعز. هو يعني ايه نبات طبيعي؟ هو النبات الذي ينمو دون تدخل الانسان. نبات ينمو دون تدخل الانسان. طب يعني ايه حيوان بري؟ هو الحيوان الذي يعيش في بيئة طبيعية دون تدخل او رعاية برضه من مين؟ من الانسان.
بالبلدي كده الايه الحيوانات اللي احنا مش بنربيها وما ينفعش نربيها عندنا. طيب تاني اقليم هو الاقليم الصحراوي، يقع فين بقى؟ بين اقليم البحر المتوسط شمالا والاقليم المداري جنوبا. تعالى كده اهو، بين اقليم البحر المتوسط شمالا وبين اقليم المداري جنوبا، اللي هو كل الاصفر ده. ويسود طبعا معظم مساحة الوطن العربي، وهو أكبر إقليم عندي في الوطن العربي. الخصائص المناخية بتاعته في فصل الصيف شديد الحرارة، شديد الحرارة خاصة في النهار. في فصل الشتاء انخفاض الحرارة أو شديد البرودة خاصة في الليل. هو الصحراء كده يا جماعة، صيف شديدة الحرارة وبالذات في النهار، شتاء شديد البرودة وخاصة في الليل. طب ايه النباتات اللي فيه؟ تختلف بقى النباتات والحيوانات، بس طبعا تختلف النباتات حسب كمية المطر. تنمو الأعشاب القصيرة في المناطق قليلة المطر اللي لسه بينزل، ممكن ينزل فيها مطر مرة مرتين كده في السنة. تنمو النباتات الشوكية في المناطق نادرة المطر. التين الشوكي. يعيش بالإقليم الصحراوي حيوانات زي الزواحف والإبل والغزلان. ثالث إقليم هو الإقليم المداري، يقع جنوب الوطن العربي. موجود فين؟ جنوب الوطن العربي. طب ايه الخصائص المناخية بتاعته؟ في فصل الصيف ترتفع الحرارة وتسقط الأمطار. ايه ده بقى؟ ده بص، ده بقى المناطق دي مختلفة. تسقط الأمطار في فصل الصيف. طب في فصل الشتاء يتميز باعتدال الحرارة وجفاف المناخ، مفيش أمطار. ايه أو النباتات الطبيعية والحيوانات البرية اللي فيه؟ ما النتائج المترتبة على تنوع الغابات اللي فيه وتكثر بها أشجار الصمت. في أشجار اسمها أشجار الصمت، دي بنستخرج منها الصمغ العربي. خلي بالك أشجار مهمة جدا جدا ويجي عليها سؤال كتير دايما. ايه أهمية أشجار الصمت دي؟ تستخرج من هذه الأشجار الصمغ العربي. طب بما تفسر ليه تنمو حشائش السافانا وتتدرج في الطول؟ في حشائش كده اللي هي الطويله السافانا، بس بعد كده تتدرج في الطول حسب كميه المطر. في مناطق فيها بينزل عليها مطر كتير جدا، بس كل ما نبعد تقل المطر فتقل الحشائش، فكلما زادت الامطار زاد طول الحشائش. من اهم الحيوانات اللي عندي في الاقليم المداري الزراف طبعا والاسود والنمور والافيال، وكلهم بيعيشوا في مناطق كالسافانا. ركز معايا كده، حقائق تاريخية. المصريين القدماء اظهروا تقديرا للطبيعة وحرصوا على عدم الحاق الضرر بها. ثالث حاجة عندي تأثير المناخ على تنوع الأنشطة الاقتصادية. طبعا المناخ يؤثر في تنوع الأنشطة ويأثر تأثير كبير، وده يؤدي إلى أي أول ما يقول لي تنوع المناخ يؤدي لتنوع المحاصيل الزراعية. تنوع مناخ يؤدي لتنوع المحاصيل الزراعية. تاني حاجة تنشيط السياحة البيئية. تالت حاجة طبعا يحقق التكامل بين الدول العربية. يعني ايه التكامل؟ اللي هو تبادل المحاصيل بين الدول العربية والمنتجات. كده خلصنا الدرس، أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.